ازيكم يا جماعة واهلا بيكم في فيديو جديد. والنهاردة بقى معانا مجموعة من الاخبار الجامدة جدا جدا جدا. حاجات كتير كنا بنتمناها وبنحلم بيها ومنتظرينها بقالنا فترة طويلة، ودلوقتي بقى معانا فعلا الميعاد الرسمي اللي هتشتغل فيه الحاجات ديت وخلاص. هقول لك الميعاد ده في فيديو النهاردة. وبرضه معانا للاسف اخبار مش حلوة. الاخبار الحلوة ان ال 5G والاي سيم خلاص هيشتغلوا رسميا في مصر، وهقول لك امتى. والخبر الوحش هو زيادة أسعار خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت في مصر للمرة التانية. اللي هو أنت بقى دلوقتي تبقى في حيرة، يعني أفرح قوي إن الحاجات اللي إحنا قاعدين مستنيينها بقالنا فترة طويلة جدا خلاص هتشتغل، ولا أزعل إن الخدمات هتبقى أسعارها أغلى. والأخبار بقى اللي إحنا هنتكلم عليها النهاردة هي مش تسريبات أو توقعات أو مثلا كشف مصدر مسؤول إحنا مش عارفين هو مين، لا دي أخبار رسمية 100% صرح بيها المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنفسه، وكمان المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برضه بنفسه على قناة MPC مصر في برنامج يحدث في مصر. فيلا بينا بقى نبدأ بالأخبار الحلوة جدا الأول، وبالتأكيد قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك علشان يوصلك كل جديد. والخبر الاول معانا هو ان اخيرا الاربع شركات وقعوا المرحله الثانيه من رخص الجيل الخامس. لو تفتكروا احنا في شهر 3 اللي فات شركه المصريه للاتصالات كانت خدت رخصه تشغيل الجيل الخامس بدون ترددات مقابل 150 مليون دولار، وما حصلش حاجه بعدها. يعني ما شفناش مثلا ال 5G بدا يشتغل على الموبايلات عندنا، ما شفناش اي خطوه اتخذت من ساعه ما هم خدوا الرخصه. ولكن دلوقتي خلاص يا عزيزي المشاهد كل الشركات خدت رخصه ال 5G وهيبداوا تشغيله قريب جدا، وهقول لك امتى بالظبط دلوقتي. الشركات حصلت على رخصه تشغيل الجيل الخامس مقابل 675 مليون دولار لكل الشركات، وقدامهم مده من 60 ل 90 يوم لتدبير المبلغ بالعمله الصعبه. خلي بالك انا بنقل لك الكلام بالظبط اللي قاله المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. المبلغ بقى اللي الشركات هتدفعه ده هيتم سداده مره واحده بس. احنا بقى بالنسبه لنا ما يشغلناش بقى الشركات هتسدد امتى، المبلغ كام، الكلام ده كله. احنا اهم حاجه عندنا الخدمه هتشتغل امتى ال 5G هيشتغل، وامتى نقدر نستخدم ال 5G على الموبايلات بتاعتنا. وال 5G عزيزي المشاهد هيشتغل على مرحلتين. المرحله الاولى وهتبقى الاطلاق المبدئي لل 5G وديت هتبقى في خلال 3 شهور، والمرحله الثانيه بقى وهي الاطلاق الكامل لخدمه ال 5G هي في خلال 6 شهور من دلوقتي. يعني 6 شهور من دلوقتي وهنبدا نشوف بقى اطلاقات لل 5G، وتلاقي بقى الشركات تقول لك منطقه كذا ال 5G بقى متاح فيها، وهنروح بقى نختبر ال 5G والكلام ده كله. طبعا مش محتاج اقول لك يعني سواء اطلاق مبدئي او اطلاق كامل، بمجرد ما يبقى فيه بس اول منطقه اشتغل فيها ال 5G في مصر هتلاقيني واقف هناك وبصور فيديو وبتستلك سرعه ال 5G وبوريك ال 5G وهتشغله ازاي وكل الكلام ده. عشان كده لازم تبقى متاكد ان انت مشترك في القناه علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وخاصه فيديو ال 5G ده اول ما يشتغل، علشان فعلا هتلاقيني انا اول واحد منزل الفيديو بتاع ال 5G. بمجرد ما تلاقي كده الشركات بتعلن هتفتح اليوتيوب تلاقي الفيديو في وشك. وطبعا مش محتاج اقول لك عزيزي المشاهد ان ال 5G ده هو سرعات انترنت خارقه، سرعات خياليه بتوصل على الاقل خالص على اقل تقدير 10 اضعاف سرعه ال 4G. طبعا مش محتاج اقول لك ان البينج بتاع ال 5G بيبقى قليل جدا، بيوصل ل 1 ملي سكند، ودي حاجه تبقى رهيبه في الالعاب للناس اللي بتحب تلعب اونلاين جيمنج، الناس اللي بتعمل مكالمات صوتيه على الموبايل، مكالمات فيديو على ال 5G. الموضوع ده هيبقى رهيب. بالتاكيد برضه عزيزي المشاهد مش محتاج اقول لك ان موبايلك لازم يبقى بيسبورت ال 5G عشان تقدر تستفيد من هذه التقنيه. ولكن خلي بالك في حاجه انا عايز اقول لك عليها. لو تلاحظ ان كل موبايلات او معظم موبايلات الميد رينج اللي موجوده في مصر بتنزل اصلا من الشركات من بره بتقنيه ال 4G بس مش ال 5G. يعني تلاقي مثلا شاومي واوبو وسامسونج نزلوا موبايلات كتير قوي 4G وما زالت بتنزلها 4G. انما لما ال 5G يشتغل في مصر هتلاقي اغلب الموبايلات سواء بقى اقتصاديه سواء فئه متوسطه هتبقى زيها زي الموبايلات الفلاج شيب بتنزل كلها 5G، مش مجرد بس موبايل او موبايلين عند كل شركه 5G في الفئه المتوسطه. متحمس جدا يا جماعه لموضوع ال 5G ده. يعني شوفوا انا بقالي كام سنه بحلم ان انا كده اعمل فيديو وانا بختبر فيه ال 5G وبجرب فيه ال 5G وبقول لك ازاي تشغل على موبايلك والحاجات دي. يعني انا بتخيل الموضوع ده بقالي تقريبا 3 4 سنين، ومش معنى كده ان احنا ما جربناش ال 5G. احنا جربنا على القناه ال 5G قبل كده، ولكن كان بيبقى في مؤتمرات في معارض، يعني حاجات مش لكل الناس او ما تقدرش تستخدمها على موبايلك انت. نروح نجربها على موبايلات ثانيه، وكان الشركات بتبقى عاملاها كده زي ديمو كده للعرض او للاختبار بس. انما ان هو بقى يبقى موجود على موبايلات كل الناس واعمل فيديو كده ونجرب فيه ونتست ونشوف مناطق مختلفه ونشوف هنا احسن ولا هنا ونقارن بين الشركات في ال 5G، هنعمل شغل جامد قوي اول ما ال 5G يشتغل. يعني ما تنساش تشترك وتعمل لايك. انا مش عارف ليه بقول تشترك كده، بس انت اشترك واعمل لايك علشان يوصلك بقى الحاجات القويه جدا اللي هتشتغل الفتره الجايه اول ما ال 5G يشتغل. وكمان مش ال 5G بس، تعالوا نخش على الخبر اللي بعد كده وهو الاي سيم. لو تفتكروا انا الفيديو اللي فات او اللي قبل اللي فات اللي انا اتكلمت فيه على الواي فاي كولينج والاي سيم، برضه قلت لكم انا مش هتكلم عن الاي سيم تاني الا لما الاي سيم يبقى شغال في مصر، وهتلاقوني طالع كده ماسك الموبايل بجربه لكم واقول لكم ازاي تشغلوه. انما اي اخبار انا مش هجيب سيره الاي سيم دي تاني.
ولكن النهارده انا هتكلم عن اخبار عن الاي سيم تاني، ويعني هرجع في كلامي عن اللي انا قلته في الفيديو اللي قبل اللي فات، علشان الخبر ده صدر من مصدر مسؤول من المهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يعني بقى مش زي الاخبار اللي قبل كده، حاجات احنا كنا ممكن نسمعها، حاجات ممكن تبقى تسريبات، حاجات ممكن تبقى توقعات، حاجات ممكن حد بيقولها احنا مش عارفين هو مين والصحف كلها تقعد تنقلها. لا، المره دي موضوع الاي سيم هو من مصدر رسمي. المهندس محمد ابراهيم من يومين كان في مداخله على برنامج يحدث في مصر على قناه MBC مصر، والاستاذ شريف عامر ساله سؤال مباشر عن الاي سيم، وقال له ان في اخبار بيتم تداولها اليومين دول على الانترنت بتقول ان الاي سيم هيشتغل خلال ايام. وقال له عده ايام دي يعني امتى؟ في ميعاد محدد؟ فهو باختصار نفى موضوع عده الايام ديت، وقال له هو نفس الميعاد اللي احنا حددناه اللي صرح بيه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات قبل كده، وهو قبل نهايه السنه. قبل نهايه السنه ده بقى ممكن يبقى امتى؟ ممكن يبقى الشهر الجاي، ممكن يبقى الشهر اللي بعده اللي هو شهر 12، الله اعلم. ولكن احنا اهم حاجه عندنا ان اخيرا 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 الاي سيم هتشتغل في مصر رسميا طبقا لتصريحات رسميه قبل نهايه السنه دي. يعني اللي خلاني استنى كل ده ما عنديش مانع استنى الشهرين دول، ولكن اخيرا الاي سيم تشتغل عندي. المهندس محمد بيقول ان احنا الفتره دي شغالين على الاختبارات الفنيه والتجهيزيه لاطلاق الخدمه. بيقول طبعا الاختبارات دي لازم تتعمل علشان قبل ما الخدمه يتم اطلاقها بشكل رسمي لازم هم يكونوا ضامنين ان كافه امكانيات الشركات بتدعم اطلاق هذه الخدمه، وان كل حاجه تبقى شغاله مستقره بدون اي مشاكل عند جميع العملاء. اتمنى نشوف بقى الاي سيم في شهر 12 الجاي. وبالتاكيد طبعا مش محتاج اقول لكم ان يوم الاطلاق والاعلان الرسمي عن الاي سيم هتلاقيني قاعد كده في فيديو بوريك بقى ازاي تشغل اي سيم على موبايلك، وازاي تعمل اد للاي سيم ونجربها على كل الشركات، واقول لك كل شركه انت فيها هتعمل ازاي اد على الاي سيم، وهل هتبقى بالكيو ار كود ولا من خلال الابلكيشن، وهشرح لك مميزاتها وعيوبها والموبايلات اللي بتدعمها وكل حاجه تخص الاي سيم. هتلاقيني طالع عامل لك فيديو ليها يوم الاطلاق الرسمي للاي سيم في مصر. ده هيبقى حدث تاريخي يا جماعه، يعني انا مش بعيد اعمل جيف اواي في اليوم ده حرفيا. يعني شوفوا احنا بقالنا قد ايه منتظرين موضوع الاي سيم ده. متنساش بقى يا عزيزي المشاهد السبسكرايب بتاعك اللي احنا قلنا عليه من شويه، واللايك علشان ايه فيديو الاي سيم اول ما يطلع كده وتلاقي الاي سيم اشتغل تلاقيه في وشك على طول، تفتح اليوتيوب تلاقيني في وشك بشرح لك الاي سيم، تعرف ان الاي سيم اشتغل في مصر. هيجي واحد بقى يقول لي دلوقتي يا عم انيس، طب بالنسبه للواي فاي كولينج اللي انت اتكلمت عليه في الفيديو اللي قبل اللي فات، وفي اخبار كتير جدا طلعت عنه ان هو كمان هيشتغل قبل نهايه السنه مع الاي سيم او زي الاي سيم، فهل في اي تصريحات رسميه صدرت من حد مسؤول عن الواي فاي كولينج ان هو هيشتغل خلال الفتره الجايه؟ لا يا عزيزي المشاهد، الاخبار الرسميه كانت عن ال5G والاي سيم بس، انما مفيش اي حد او اي خبر رسمي اتكلم عن الواي فاي كولينج. كلها اخبار ما شفتهاش من حد مسؤول طلع بنفسه اتكلم عليها. فحتى الان الواي فاي كولينج ان هو يشتغل قبل نهايه السنه ما زالت لسه توقعات وما زالت حاجات لسه احنا مش متاكدين منها 100%، زي ما اتاكدنا كده دلوقتي من ميعاد تشغيل ال5G وميعاد تشغيل الاي سيم. ولكن نتمنى ايه الواي فاي كولينج هو كمان يشتغل قبل نهايه السنه. ولو مش عارف ايه هو الواي فاي كولينج ارجع كده في القناه الفيديو اللي قبل اللي فات هتلاقي الواي فاي كولينج اتفرج عليه وهتعرف، او اللي قبل اللي فات، نعمله اللي قبل اللي فات من اول فيديو، بس هو اللي قبل اللي فات. فشوف الواي فاي كولينج ده فعلا تكنولوجي قويه جدا وهتستفيد منها يعني بشكل رهيب لو الشبكه ضعيفه عندك او ضعيفه عند اي حد انت بتكلمه. يا سلام لو يعملوها كده وتبقى مفاجاه ويشتغل الواي فاي كولينج مع الاي سيم قبل نهايه السنه، حرفيا دي هتبقى حاجه قوية جدا. تعالوا بقى نروح لآخر خبر معانا النهاردة، وهو زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر. والخبر ده اللي صرح بيه برضو المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. المهندس محمد وضح نقطة مهمة جدا، وهي إن زيادة الأسعار اللي ممكن تحصل في خدمات الاتصالات ملهاش علاقة بال5G اللي هو هيشتغل في مصر الفترة الجاية، ولكن السبب اللي ممكن يؤدي إلى زيادة أسعار خدمات الاتصالات هو إن 90% من استثمارات شركات الاتصالات في مصر هي بالعملة الأجنبية. يعني الشركات لما تيجي تشتري أجهزة ومعدات وأنظمة وكل الكلام ده بتشتريها بالعملة الأجنبية. وبعد زيادة الأسعار اللي حصلت في العالم كله الفترة اللي فاتت، وبعد تغير سعر الصرف في الفترة اللي فاتت برضه، فبيقول إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرى أحقية هذه الشركات في مراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين كمطلب شرعي للشركات. يعني الواضح من كلامه إن من الصعب جدا إن شركات الاتصالات تزيد عليها التكلفة بتاعة التشغيل 3 و4 أضعاف عن التكلفة اللي كانت بتدفعها الفترة اللي فاتت، والايرادات بتاعتها تبقى زي ما هي. وكمان هو وضح ان جرى مراجعه اسعار الخدمات في العديد من القطاعات الاخرى، وبالتالي قطاع الاتصالات ليس بمعزل عن هذه المراجعات. يعني كل حاجه حوالينا فعلا غليت وسعرها زاد، انما اسعار الاتصالات غليت الفتره اللي فاتت بس ما غليتش بما يعادل تكلفه التشغيل اللي زاد 3 و4 اضعاف. يعني مثلا الانترنت الارضي تقريبا زاد في حوالي 30% زي ما اتكلمنا قبل كده،
باقات الموبايل ما زادتش اسعارها، ولكن ما بقتش مثلا الميجا اللي ممكن تستخدمها على السوشيال 2 ميجا تديك 2، لا هي بقت الوحده بتديك 1 ميجا او الميجا بتديك 1 ميجا. كروت الفكه برضو انظمه الفاتوره زادت نسبه برضو تقريبا من 20 ل 30%. فاللي انا فاهمه من هذا الكلام، طبعا مش انا اللي بقول الكلام، انا بنقل لك الاخبار، انا بشوف الخبر قدامي وبحاول ابسطه واشرحه لك بشكل مفصل اكتر. المهندس محمد كمان قال ان يجب ان يحافظ قطاع الاتصالات على نموه واستمراريته. دي كلمه مهمه جدا. الكلمه دي معناها ان قطاع الاتصالات لازم يحافظ على النمو بتاعه والتقدم بتاعه والتطور بتاعه واستمراريته. ما ينفعش ان المصروفات بتاع التشغيل تبقى كبيره جدا والعائدات تبقى قليله، فالشركات ما تكسبش مثلا او ممكن تخسر، فبالتالي مش هتبقى قادره ان هي تستمر او مش هتبقى قادره ان هي تطور وتنمي. خصوصا ان احنا الفتره الجايه داخلين على حاجات محتاجه فعلا تطور كبير جدا ومحتاجه ضخ مبالغ ضخمه، لان معدات الاتصالات يا جماعه حرفيا اسعارها غاليه جدا. انتوا مش متخيلين الشركات ممكن تصرف كام علشان المعدات اللي هتيجي لتشغيل ال 5G. وكمان بالنسبه للبنيه التحتيه موضوع ال FTTH اللي هو هيوصل لمعظم البيوت او كل البيوت في مصر. واللي انا متاكد منه عزيزي المشاهد ان ال NTRA او الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مش هيسيب الشركات ان هي ترفع الاسعار بمزاجها، او ممكن مثلا باقه موبايل تبقى ب 100 جنيه الشركه تعملها ب 200 او 300 جنيه بمزاجها. ما فيش الكلام ده. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيقول حتى هو المهندس شمروخ ان الجهاز بيدرس هذه الزيادات وجاري التنسيق مع شركات الاتصالات وسيجري الاعلان عنها في وقت الانتهاء من هذه الدراسه. يعني الجهاز بيدرس الاسعار اللي الشركات عايزه ترفع بيها الاسعار، وبيدرس كمان الاسعار اللي زادت على الشركات او مصاريف التشغيل اللي زادت على الشركات، علشان يقدر ان هو يحدد الزياده اللي تبقى فعلا مناسبه، ما تبقاش غاليه جدا على المستخدمين ولا تبقى ان هي قليله جدا على المستخدمين بس تبقى تكلفه تشغيل غاليه على الشركات، والشركات تبدا ان هي ما تكسبش او ما تطورش في الخدمه بتاعتها. فاتمنى ان الشركات تفضل مستمره وتفضل تطور. عايزين نشوف 5G في مصر، عايزين نشوف eSIM، عايزين نشوف واي فاي كولينج، عايزين نشوف FTTH ينتشر في كل حته. فملخص هذا الفيديو عزيزي المشاهد ان خلاص اخيرا في حاجات كتير قوي كنا بنحلم بيها وبندور عليها ومستنيينها هتحصل الفترة الجاية، وهنجربها الفترة الجاية وهنقعد نتست بقى ونجرب ونشوف ايه افضل، وفي فيديوهات كتير ومحتوى قوي جدا الفترة الجاية. اتمنى الخدمات اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده اللي هتشتغل الفترة الجاية ديت تشتغل فعلا بشكل مظبوط وتبقى فعلا تم اختبارها بشكل جيد جدا. نلاقي ال 5G سرعته مغطية اماكن كتير والداتا ريت او سرعة الانترنت فيه عالية، واتمنى الاي سيم يبقى شغال بشكل مستقر وبشكل كويس مفيش اي مشاكل، واتمنى برضو يعني معلش والنبي يعني الواي فاي كولينج معاهم مع الاي سيم يعني تبقى حاجة جميلة جدا لو اشتغل معاهم قبل نهاية السنة. وكده احنا خلصنا. متنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، تنزلوا تشتركوا في القناة وتابعونا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واكس علشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا على المشاهدة واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. To admit